النهارده الاهلي كانوا في المطار مسافرين تنزانيا عشان هيلعبوا يانج افريكانز يوم السبت. وفجأة ما لقوش امام عاشور وتليفونه مقفول، واخروا الطيارة ساعة عشان قالوا يمكن يكون هيظهر يعني، ولكن ما جاش. ايه الحكاية بقى وايه القصة؟ قصة يا باشا ان هو جاله عرض من امريكا. الوكيل بتاع وسام بعت لآدم وطني إن في عرض في أمريكا لإمام جاي، وإمام طالب حاجة من الاتنين: يا إما يوافقوا على العرض ويمشي اليومين دول، ودي آخر ضغط، يعني آخر كارت ضغط بيضغط بيه، يا إما يدوله وعد إنه هيمشي مثلا في يونيو أو لما الموسم يخلص، يا إما يجددوا له بالرقم اللي هو عايزه، إن هو يتساوي بزيزو من الآخر بقى عشان نجيب على بلاطة. هو عقده لحد 2027، امام راح في 2022 مضى 5 سنين لحد 2027 وبياخد 30 مليون او 35، وده كان اكبر رقم في الاهلي ساعتها. بس طبعا السقف عالي لما زيزو وتريزيجيه جم وبياخدوا ميات، فهو حاسس ان هو احسن منهم، وده الحقيقي. والاهلي فعلا لما هو رجع والاهلي وقع لو هو ما بيلعبش، ويعني ودي حاجه باينه للعمى مش محتاجين نتجادل فيها، فهو عايز على الاقل يتساوي بيهم. طبعا الاهلي قال له انت ملتزم بعقد لحد 2027 وبعد كده نتكلم ونشوف، فبيضغط. طبعا يعني هكذا تدار الامور في نادي. النظام والحوكمه والمبادئ والحاجه الحلويات كلها. طبعا الكلام ده لو كان حصل للزمالك كنت هتشوف الدبدبه بقى والضحك كله، وايه اللي بيحصل عندكم ده واللعيبه ده عمره ما يحصل في الاهلي. تلوي دراعه الاهلي، حد يقدر يعمل كده يلوي دراع الاهلي؟ لكن لما بيحصل عادي. ليه؟ لان انت من الاول اللي مرخص نفسك، انت من الاول اللي مقابل ان انت تغيظ المنافس ممكن تعمل اي حاجه، تتشتم بامك وتسكت وتوافق وتضحك وتنبسط وتقول اصل ما كانش عندي، اه، تشتم رموزك وتقول تمام، لمجرد ان انت تغيظ المنافس وتقعد تقول له ايوه خدت منك صفقه وبتاع، ولما يجي عندك ومهما يعمل فيك ما تقدرش تفتح بقك تحط الجزمه في بقك وتسكت. ليه؟ عشان ما تشمتش المنافس فيك برضو. هي دايره كده، رئيس ناديك رخصك كجمهور وادارتك رخصتك كجمهور، وادي هو بيعمل فيك كده لان هو من الاول مش شريك. هو من الاول كان عايز يرجع النادي بتاعه، ما انبسطش في الاحتراف، ما ارتاحش، كان عايز يرجع النادي بتاعه، النادي بتاعه ما فيهوش فلوس، فلقى شويه الفلوس بيترمي عليه، قال لك يلا روح. انت بالنسبه له كده، فلما لقى شويه الفلوس تاني اكتر منك هيروح له بمنتهى البساطه. فاوعى تفتكر بقى انك هتقاوم وهتعمل وهتسوي، هي دي الحقيقه. نسيت اقول لكم بس على حاجه من يومين برضو، اتقمص منها امام ان هو كان المفروض ان هو المسدد الاول لضربات الجزاء، وزيزو اللي خد الكرة ومحدش اتكلم وبص على الجهاز فمحدش رد عليه. فالحركه دي برضو زودت الدنيا شويه.